النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد، وهي كيكه حلوه قوي بتتباع في ستاربكس. كل اللي بيروح ستاربكس بيطلب الكيكه الحلوه دي، وهي كيكه بالزبادي وفيها عصير مانجا كده من فوق، وممكن تكون بدل عصير المانجا ممكن يكون مسقيه بلبن او مسقيه بعصير اي نوع انت بتحبيه. ودي كيكه ستاربكس اللي هو مشهور بيها. وتعالي مع بعض نشوف الكيكه دي معموله ازاي. النهارده هنعمل مع بعض كيكه حلوه جدا، بتبقى هشه وطعمها حلو. هي كيكه ستاربكس، دايما اللي بيروح ستاربكس بيطلبها. هنعملها مع بعض دلوقتي بكل اسرارها. دلوقتي معانا 375 جرام دقيق، عليه ذره ملح، عليه معلقتين ونص بيكنج باودر، دوت النواشف بتاعتنا. تمام. طيب هنيجي للسكر بتاعنا. ده 300 جرام سكر، معانا كوبايه زبادي، معانا 4 بيضات لو هو 4 كبار، لو هما البيض صغير نحط 5، معانا معلقه بشر ليمون، معانا كوبايه زيت على سمنه او زيت على زبده سايحين كده بالطريقه دي، ومعانا طبعا فانيليا. تمام كده، دي المقادير. تعالي نشوف مع بعض هنطبق المقادير بتاعه كيكه ستاربكس ازاي. اول حاجه مع بعض هحط البيض بتاعي كده، بيض، الثانيه، الثالثه، كده 4 بيضات معانا. انا حطيت زي ما قلت لك 4 علشان خاطر البيض عندي كبير. هحط ال 300 جرام من السكر بتاعها مظبوط جدا، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. هنضرب بقى. انا كده هحط الفانيليا، هحط كيسين فانيليا، هنزل ببشر الليمون، هنزل بالزيت والسمنه. كده انا ضربتها لغايه لما السكر داب خالص، والزبده والبيض والفانيليا اندمجوا كلهم مع بعض. هنزل بقى دلوقتي بكوبايه الزبادي. الكيكه دي بتبقى طريه وهشه وحلوه جدا عشان الزبادي. وزي ما قلت لك ممكن تحطي لبن رايب او تحطي ساور كريم. طبعا هضرب تاني. خلاص كده الزبادي كمان اندمج في المكونات. هعمل ايه؟ هنزل بالدقيق بتاعي كده، وهدي ضربة خفيفة. يا دوبك بس كده
ضربة خفيفة. هنزل ببقية الدقيق برضو، همشي بضربة خفيفة. هنزل بقى كده بالمكونات بتاعتي كلها. الدقيق دوت يا جماعة منخول مرتين علشان يديني كيكة هشة وعالية، وعليه ذرة ملح، وعليه معلقتين بيكنج باودر. تمام كده، يعني هحاول اقلبه شوية عشان الدقيق ما ينشره، ما المكنة ما تخليهوش ينتشر كده ويبوظ لي بقية المطبخ كده. تمام. هعمل ايه؟ هضرب ضربة بسيطة علشان لما نحط الدقيق في الكيك ما نضربهوش كتير عشان الدقيق ما يهبطش مني وخليط الكيك ما يهبطش. تمام. يعني انا هضرب دلوقتي ضربة بسيطة مش كتير، يا دوبك بس الدقيق يتغلغل كده في المكونات. كده خلاص، زي ما قلتلك ما تضربيش الدقيق كتير، يا دوبك بس كل المكونات اندمجت مع بعض. هننزل بقى، هنحط الكيك دي بقى في الفرن على درجة 180 لمدة 45 دقيقة، وطبعا كل واحد والفرن بتاعه. تمام. يعني انت بعد 40 دقيقة بصي عليها واختبريها بالخلة. تعالي، دي صينية حط لها مادة دهنية وحطيت لها رشة دقيق. هنزل بقى كده بالكيك، زي ما قلت لك الكيكة دي بتتباع في ستاربكس، القطعة بتبقى غالية جدا. دلوقتي احنا كده خلاص هنبقى نعرف نعملها في البيت، وهتبقى كمان احلى من اللي بتتباع في ستاربكس، لان هما بيبقوا حاطين لها كمان مواد حافظة، وحاطين لها مواد بتبقى مش كويسة على الصحة. لكن دي احنا المواد كلها عارفينها في بيتنا، وحاطين كلها مواد طبيعية. زي ما قلت لك هدخلها على 180 لمدة 45 دقيقة، وهختبرها قبل ما اطلعها. نختبرها بالخلة، لو الخلة طلعت نظيفة يبقى هي استوت، لو لسه طالعة فيها سوائل ندخلها تاني لغاية لما تستوي. خلاص كده الكيكة بتاعتنا يا جماعة خرجت من الفرن، طالعة عالية ومش مشققة ومتساوية. ليه يا ترى هي مش مشققة؟ في كتير قوي يا جماعة ناس بتعمل الكيكة بتلاقيها بعد ما عليت معاها مشققة. ليه؟ علشان احنا كترنا البيكنج باودر فيها. الكيكة لازم تبقى فيها البيكنج باودر مش كتير، متساوي للمقادير اللي احنا حاطينها. يعني البيكنج باودر هو اللي بيخلي الكيكة بتاعتي تشقق وتفتح كده من الوش بتاعها من فوق. فانت لو حطيتي البيكنج باودر بالمقدار الصح هتطلع معاكي كيكة عالية وهشة ومش مشققة خالص من فوق. يبقى احنا كده عرفنا ان لما الكيكة تشقق من فوق يبقى البيكنج باودر فيها زيادة. لكن احنا الكيكة بتاعتنا بصي مش مشققة وعالية قوي ومتساوية. ودلوقتي هسيبها تبرد لانها سخنة قوي وطالعة تحفة وعالية. تمام. هقطعها كده. طبعا انت عايزه تزقيها عصير ازقيها، عايزه تزقيها مانجا ازقيها، عايزه تزقيها لبن فيه سكر تمام.
العصير او المكون اللي انت عايزه تسقيها بيها اسقيها بيها. انا هنا عايزه اوريكي، بصي شكل الكيكه عاليه ازاي، بصي طريه ازاي. انا هسقيها بقى عصير مانجا، بتبقى طعمها حلو جدا بعصير المانجا. هخرمها كده علشان العصير يخش جواها بسهولة وتشربه. ده عصير مانجا بيور. بالطريقة دي كده. غرقانة المانجا. ممكن بقى نحط ايس كريم. عايزه تحطي بقى ايس كريم حطي، عايزه تحطي كريمه حطي. انا هحط هي كده قطعه ايس كريم بالطريقه دي. طعمها تحفه، الكريمه مع المانجا مع الكيك بيبقى طعمها حلو جدا. ممكن نعمل فكره تاني. نعمل ايه؟ نقطع كده مكعبات رفيعه. لازم تبقى الكيكه بارده. ناخد بقى كده المكعبات بتاعتنا دي نحطها بالطريقه دي كده كده كده. طبعا الشكل اللي انت عايزه تقطعي بيه هي بتبقى طعمها حلو جدا جدا في كل الحالات. كده مثلا كده. عايزه تسيبيها في الصينيه بتاعتها سيبيها مش مشكله. نعمل ايه؟ هننزل برضو بعصير المانجا بتاعنا كده بالطريقه دي كده. حط برضو ايس كريم، كريمه براحتك خالص. هنحط الكريمه كده او ايس كريم، وننزل كمان كده عليها بالهنا والشفا.